ومرحبا يا احلى متابعين، ان شاء الله تكونوا بألف خير. كل مين عم تابع هذا الفيديو. اليوم اكلتنا هي اكلة حلو معروفة، اكلة القطايف والسيالات وقطايف العصافير. وهلا راح اعطيكم طريقة وان شاء الله تكون مفصلة بكل مقدار راح يكون مفصل. صبايا، هلا انا اول شي راح احكي عن القشطة او اللي بتسموها اللبة. انا هلا هون مقرشة حليب اول شي مشان انا ما اطول الفيديو عليكم. مقرشة هون الحليب مثل ما انكم شايفينه مصفيته. اول شي حطيت كيلوين حليب وبعدين حطيت له خل لحتى فرط معي وحطيته بهذا الشكل عشان يصفي تنشف ميته. هلا انا راح اطبخ مثل المهلبية واحطها، بس ما راح احط لها نشا، راح احط لها طحين واطبخها طبخ وبعدين راح احطها بالبراد عشان تاخد برودة قبل ما اسوي خليط القطايف. هلا هون عندي انا كيلو من الحليب، لتر يعني. راح احط نص لتر، راح احط نص لتر من الحليب. هون عندي 3 معالق مطحين، راح انزلهم وراح اطبخهم طبخ، وان شاء الله راح افرجيكم اياها عند ما بدي احط القريشة مشان ما اطول عليكم الفيديو. صبايا، هلا مثل ما انكم شايفينها عم بتمسك الحليب، صارت شكلها يعني بدي اياها مثل المهلبية. صبايا انا هي ما عم بعملها لبخة لانه ما حطيت لها لا سميد ولا حطيت لها نشا. هلا اذا بتحبوا كمان عندكم متوفره القشطه الجيمر كمان حطوا لها علبه تطلع كتير طيبه. اذا ما حبيتوا تطبخوا هاي الخليط حطوا بس قرشوا القريشه وحطوا معها علبتين من القشطه الجيمر اذا كانت متوفره عندكم. هلا راح افرجيكم انا لبين ما شوي هيك تسمك راح افرجيكم القطر الشيره عملته بهذا الشكل. انا هون عندي خلص سويته، حطيت انا بحط كل كاسة سكر كاسة مي، ما عم بحط كاسة ونص سكر كاسة مي، عم بحط قد بقد لانه عم بعمله قطر شيرة ولما بنحطه بالبراد عم بسمك. حطيت له حمض الليمون وحطيت له هاي الشريحة الليمون بيعطي كتير طعمة طيبة. وحطيت له شوي صغيرة معلقة صغيرة من ماء الزهر او اذا بدكم ماء الورد، بس لا تكتروا عشان ما يعطي طعمة مرار. وهلا هون رجعت للخليط. هلا عندي هون عم تسمك. صبايا هون عندي سمك الخليط، راح انزل القريشة انا اللي مقرشتها. ما بتعرفوا القريشة ما بتطلع شي، يعني انا هون بس ما رح اعمل كمية السيالات كلها اساويها، رح احط منها رح افرزها لانه بتفرز شهر شهرين وثلاثة مع 6 اشهر. اذا حبيتوا تسووا كمية وتقيموها قبل رمضان ما في اي مشكلة، وبتعطي يعني بتضل على قرشتها وما بصلها لا طعمة ولا شي. هلا هون انا مطفية الغاز، رح هلا انزلها على صحن مثل ما انكم شايفين، وراح احطها بصحن واحط فوقها محرمة قطنية عندي اياها وراح احطها في البراد. صبايا هلا رجعنا للمكونات القطايف وراح اعطيكم اياها بكل دقة ان شاء الله تكون هيك ناجحة يا رب. صبايا انا عندي هون 4 كاسات مي دافية، يعني مي سخنة ولا باردة، دافية بدها تكون. انا حطيت السائل المي على قد النواشف. هلا هون رح انزل المي ما حكينا 4 كاسات. صبايا الكاسات المتوفرة عندكم، الكوب المتوفر عندكم قيسوا فيه، من كان مي ومن كان سميد ومن كان طحين. عندي هون كاسة سميد، تحبوه خشن تحبوه ناعم. هلا رح انزله. طريقة كتير سهلة وسريعة وبنفس الوقت يعني بتتخمر بسرعة. وهي عندي هون 3 كاسات مطحين. الافضل انه نخلطه على الخلاط او على ما عندها خلاط على البليدر عشان تطلع ناجحة الطريقة. وهي 3 كاسة رح ننزلها. هون رح ابلش اخلطها وبعدين رح احط، وهون رح احط كمان معلقة كبيرة من نشا معهم. وهون رح احط كمان معلقة صغيرة كتير كتير راس المعلقة ملح مشان تطلع ناجحة لتعديل
الطريقة. صبايا هلا بعد خلط 5 دقايق النواشف مثل ما شفتوا رح انزل معلقة كبيرة من السكر، هذا منشان يطلع لونه كتير حلو عند ما بدي اسكبه انا بالطوال مشان تعديل اللون. بس لا تكتروا صبايا اكتر من معلقة وعود بيطلع يعني ما بتمسك معكم القطايف، هي بتصير هيك سايحة يعني تعطي مراءة للخليط. هلا هون رح اضيف معلقة ممسوحة من خميرة الخبز، خميرة الفورية، معلقة صغيرة ممسوحة رح اضيفها. وهون عندي كمان معلقة صغيرة ممسوحة من كربونات الصوديوم نزلتها. رح استمر بخفقه. صبايا انا رفعت عنه الخلاط، انا بدي اياه بهالسمكية هيك يكون ما يكون سميك. اذا سمك معكم صبايا زيدوا له شوي صغيرة من مي الدافية يرجعوا، لا تكتروا اكتر من هيك. شايفين مرقته شلون كتير ممتازة. هي بعد خفقوا على الخلاط 5 دقايق رفعت عنه، ومثل ما شفتوا نزلت اخر الشي الكربونة وكربونات الصوديوم والسكر مشان عنا تختمر الخليط. صبايا هلا بعد ما قلنا حكينا على السمكية ايش قد بدنا اياها تكون، هلا انا رح اغطيه ورح اعيفه شغلة ربع ساعة، اكتر ما تعيفه نص ساعة مشان بس تصلي فقاعات كتير ما بتطلع ناجحة معكم لا السيالات ولا القطايف، ما تخلوها كتير يختمروا. صبايا هلا انا خلص عندي مرحلة الخليط وتخمر، عبيته انا هون بحطه بالتقلي. وهلا انا حميت الطوال. صبايا هلا اول ما بدي اكت اول وحده رح اعيفه على نار عاليه شوي، وبعدين رح اوطيه بشفطه بشوي يعني النار مشان ما تلدع تحته. هلا رح ابلش، هلا رح اسين صغار عشان القطايف العصافير، بس هيك حبيت افرجيكم اياها. مثل ما انكم شايفين هلا عم تاخد الفقاعات. هلا بس تنشف لحتى تنشف لاخر يعني طاول تنشيفه بنعد ل2 وبنشيله. هلا انا رح احط يعني تقريبا 2 او 3 بالطواي، بس انا هلا بس هيك نزلت وحده عشان افرجيكم اياها شلون رح تنشف. شايفين صبايا هي شغله الخليط ممتاز، اخذت الفقاعات. شايفين عم تنشف. هلا لما ما تكون نجحانه ما بتنشف. هلا رح ارفعها مثل ما انتم شايفين. شايفين صبايا ناجحه 100% لانه اخذت كنار ابيض. شايفين اخذت كنار ابيض واخذت لون ممتاز. هلا رح اكمل صبه. هلا انا وطيت الغاز لانه خلص حطيت اول وحده. انا عم بعمل صغار مثل ما حكينا مشان القطايف العصافير. هلا هون رح اسوي بس هدول تنتين، وبتسع معنا وحده تالتة اذا حبيتوا. الطواي اكبر حسب حجم الطواي انتو عندكم. هاي عندي هون كبريت رح اشيلها للقطايف. هون عندي هدول الصغار. هلا رح اسوي كم وحده بس بالقطايف العصافير. هلا السيالات حجمهم طبعا رح يكون اكبر، رح اسوي هلا اخر الشي السيالات لانه رح اعمل بس تنتين. وهلا بدي تكتبوا لي انتم بالتعليقات انتم من اين يا جماعه بتحبوا القطايف العصافير للقطايف اللي بالجوز او بالقشطه للسيالات. صبايا هلا انا خلصت القطايف العصافير، رح ابلش بالقطايف باللبة وبالجوز. صبايا انا هلا اللي سويتهم نقلتهم على عندي منشفة المطبخ، المدات المطبخ نقلتهم عليهم مشان اغطيهم. صبايا هلا عشان انا عم بخلص هيك مشان بدي احشيهم ما اتاخر بحشيهم، لانه بس اخرنا بحشيهم ما بقى بقعدوا بساعدونا بتسكيرهم بيفتحوا على القلي. صبايا لا تخلوا يعني القاع يصير لونه غامق لانه بدك تحسبوا حساب القلي، واذا بدك تغمقوهم وتيجوا تقلوهم ليصير لونهم يعني لون هيك لون متأمر غامق كتير.
فخلينا على لون شوي مو كتير كاشف. هلا السكر، انا معلقه السكر ليش حطيتها؟ مشان بس تعطي لون حلو كتير، عم تعطي وتعطي كنار ابيض. لا تكتروا سكر تعود بتعطي ما بتعطي قرش القطايف، تعود بتعطي هيك ليونه. نحن ما بدنا اياها تكون ليونه، يكون لها قرشه. صبايا هلا عندي هي نشفت تبعت القطايف. هلا راح ارفعها، راح احطها بهذا الشكل. راح افرجيكم شكلها شلون راح تكون، هي شوي سخنه. شايفين صبايا؟ هلا راح انزل غيرها كمان. عم تاخد فورا فقاعات مثل ما انتم شايفين. صبايا وصفة عن جد كتير رائعة، وعطيتكم اياها بكل مصداقية. انا عملت غير مرة، غير تجربة، غير يعني المقادير اقل اكتر صارت معي. ما عطيت هيك يعني قرشة، ما عطيت فيها شوية تعديلات، فحبيت انزلكم هاي الطريقة مشان يعني هون عدلت فيها كتير شغلات، وان شاء الله تنال اعجابكم يا رب، وهيك تكون وصفة تعجبكم، وان شاء الله بكل صدق عطيتكم اياها. صبايا خلصت هلا مرحلة القطايف اللي باللبن والجوز مثلكم شايفينه. شايفين صبايا؟ هلا رح ابلش اساوي السيالات. رح اسوي مثل ما حكينا تنتين السيالات، رح اعملهم حجم كبير. شايفين صبايا؟ هلا رح اسوي وحدة تانية، رح اعمل بس تنتين مثل ما حكينا، وهيك بكون خلص الخليط عندي. سويت منه، استفدت من 3 انواع من القطايف العصافير، وقطايف القشطة وبلبة، وقطايف والسيالات. صبايا مثل ما انكم شايفين انا خلصت مرحلة الخليط وخلصتهم. انا في منهم رح افرزهم وفي منهم رح احشيهم. صبايا هلا انا غطيتهم بهذا الشكل مشان لما بدي اجي احشيهم ما يعذبوني، ولا تتاخروا بحشيهم لانه بعودوا بنشفوا. هلا مثل ما انكم شايفينهم هي سويتهم بهذا الشكل للقطايف العصافير. شايفين صغار اخدين كنار ابيض. انا مثل ما حكيت ما غمقتهم مشان بدي، شايفين؟ مشان مرحلة القلي كمان. هدول تبعت القطايف. شايفين صبايا؟ لونهم ولا اروع من هيك، ناجحين 100%. هلا رح احكي انا على الحشوة. هلا انا هون خلصت مثل ما انتم شايفين هاي اللبة انا نشفتها مثل عدم السوائل. هلا رح احشيها، وحطيت نزلت شلون طريقتها. وهلا انا رح احشي كمان منها بالجوز. هلا هون انا حطيت معلقه صغيره من القرفه، وحطيت معلقه صغيره من السمن من الزبده. اذا حبيتوا تحطوا معلقه سمنه عربي صغيره ما في مشكله، انا حطيت معلقه زبده صغيره، وحطيت معلقتين قطر. اذا بتحبوا تستبدلوا القطر تحطوا عسل، ما في عسل حطوا سكر. واذا بتحبوا تحطوا معلقه جوز الهند كمان ما في مشكله. انا ما حطيت جوز الهند، بس حطيت هدول اللي شرحتهم. هلا رح ابلش احشيهم، ولبين ما احشي النص اللي بدهم قلي رح احمل الزيت، لانه الزيت بده يكون كتير حامي قبل ما انزل القطايف. صبايا هلا انا حشيت كم وحده، وصلت لمرحله الحشي، بس حبيت هيك افرجيكم شلون حشوه الجوز وشلون حشوه اللبن رح تكون. عشان مازال بلشت من الاول رح اخلص للاخر، وان شاء الله بكل هيك الطريقه تكون ان شاء الله هيك تعجبكم يا رب. هاي البلبة صبايا لا تكتروا لبة مشان ما تعذبكم عند القلي وعند التسكيرة. صبايا شايفين شلون عم بسكر؟ بس انا الكفوف عم بعذبني، رح ارجع اسكر. شايفين صبايا؟ اخذنا شكل ولا اروع. شايفين تسكيرته؟
هلا راح احشي بالجوز. مثل ما انكم شايفين. رح نضغط عليهم كم مرة عشان يسكروا على السوا، ما يفتحوا معنا على القلي. شايفين صبايا صبايا. هلا رح افرجيكم الحشي اللي بعصافير القطايف. سويت كم وحدة قبل ما اخلص هدوليك، بس مشان ما اطول عليكم الفيديو رح افرجيكم يعني طريقة الحشي كلياتها، وبعدين رح انتقل لمرحلة القلي وافرجيكم ان شاء الله كمان مرحلة القلي. هدول صبايا ما بدهم شي، كتير سهلات مثل ما انكم شايفين. هلا كمان رح احشي هاي وحدة تانية. صبايا الافضل تسكروهم قبل ما تحشوه احسن، عشان ما عود ما بتسكر كنارهم. صبايا هلا مثل ما انكم شايفين عندي الزيت غلى، حرارته صارت كويسة. هلا رح انزل مثل ما انكم شايفين مكبس هيك. رح انزل القطر جنبي، رح اطالعهم مباشرة على القطر عشان يشربوا. هلا ضل عندي بس السيالات التنتين مثل ما حكينا، رح اساويهم بس اخلص القلي. لا تخلوهم كتير يغمقوا على القلي كمان، لانه بيرجعوا بياخدوا لون بعد القلي على القطر. مثل ما انتم شايفين الزيت كويس، الغدير لازم يكون الزيت، حمامته تكون ممتازة كمان. هلا القطر هون عندي بارد مثل ما حكينا، ما لازم يكون سخن نار. هلا انا رح اشيل، شايفين اللون، رح اشيل واحط قلب القطر مباشر. شايفين صبايا لونه. لهون انا ورجيتكم مرحلة القلي، رح اكملهم ورح ارجع لكم مرحلة السيالة. صبايا هلا مثل ما انكم شايفين انا وصلت لمرحلة السيالة، رح افرجيكم شلون رح اعملهم. شايفين انا حطيت سمنة، وهلا رح احط انزل سيالة. هاي صبايا بالسمنة لازم تكون. صبايا السمن اللي متوفر عندكم عملوهم. رح انزل وحدة تانية لانه حطيت سمنة مثل عادة. شايفين صبايا. هلا صبايا انا رح ارش سكر. انا حاطه للجوز حط له قرفه، بس انا رح ما رح احط له سكر، انا رح ارش لهم سكر. وهلا رح احط الجوز مع القرفه. شايفين
هلا رح اطفي تحتهم لانه اخذوا استواء، مثل ما كنتم شايفين كنارهم صار زهري. صبايا ولهون خلصت معي مرحلة التقديم، وان شاء الله تنال اعجابكم يا رب. وهي القطايف مثل ما كنتم شايفينه شكلهم طالع بشهي ولحالهم عم يحكوا من دون ما انا اقول. وهاي القطايف العصافير مثل ما كنتم شايفين شكل ولون ومنظر شي بشرح القلب، لانه الوصفة اعطيتكم اياها بكل مصداقية. هلا رح احط لهم كمان، احط لهم قطر. هاي شكلهم صبايا، هدول لازم يكونوا لينات عند الاكل، ما يكونوا ماكنات، لانه ما طيبات اذا كانوا ماكنات لهم قرشة. فاذا حبيتوا تسووا لحالهم حطوا لهم كتروا لهم اكثر من معلقه سكر. اذا حبيتوا بس تسووا قطايف عصافير مثل ما انتم شايفين هدول اللي بجوز، وكمان حطيت اللي باللبن، وهدول عندي السيالات. شايفين صبايا شكلهم مشهي. انا هلا شايفين صبايا لونه. لكن ليش ما غمقت عند ما كنت عم بساويهم على الطاوله؟ عشان ما ياخدوا لون زياده ولون قرشة صبايا. انتم شايفين، حابة بس هيك اشرح لكم عليهم، لانه نحن بدنا ناخد مو بس شكل، كمان بدنا ناخد طعم. هلا رح اجرب لكم. رح افتح قدامكم وحدة. شايفين صوايا هدول بالجوز. شايفين. هلا رح افتح وحدة باللبن. صبايا كمان لما تحطوهم بالقطر لا تخلوهم كتير مشان ما تروح قرشتهم. هي باللبن صبايا. لهون ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة، واللي داخل على صفحتي جديد لا تنسوا تفعيل الجرس. وان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد وباحسن الوصفات.